انت مش عاوزة تفرسيها؟ لازم تعملي كده. صدقيني لو حملتي هي هتتغاظ، ومش بعيد تنتحر كمان. وتين بصت لها وطلعت على أوضتها. أعمل إيه؟ أنا لازم أتصرف. أسمع كلام جود طيب؟ لا. طب وأنا إيه اللي يخليني أربط نفسي بطفل؟ أنا عاوزة أطلق منه. أوف، أعمل إيه؟ جواد دخل الأوضة وقال بعصبية: وتين، يا ريت تبعدي عن نجلاء مراتي، وإياكي تتعاملي معاها بالطريقة دي مرة تانية. وتين قالت بابتسامة بسيطة وهي بتقرب منه: أنت أنت زعلان مني؟ هو أنت يعني مش عارفة أنت عملتي إيه؟ وتين مسكت إيده وقالت بابتسامة جميلة: هو أنت بطلت تحبني؟ على فكرة كل شوية بتزعقلي، وزعلي بقى يهون عليك. جواد قال بتوتر وهو بيحاول يبعد عنها: وأنا بزعقلك ليه؟ مش بسبب اللي بتعمليه. خلاص، خلينا ننسى اللي فات ونفتح مع بعض صفحة جديدة. طب بعد إذنك. رايح فين؟ انت ناسي ان انا مراتك؟ ما تخليك معايا النهارده. ما بقاش ينفع خلاص، انا وعدتك اني مش هقرب منك مرة تانية. بس انت وحشتني قوي قوي. جواد ما قدرش يبعد عنها وعانقها بقوة شديدة واشتياق. وفي اليوم التاني جواد كان متضايق جدا لأنه خلف الوعد اللي قطعه، وكمان حس إنها مسيطرة عليه بالكامل. وتين بابتسامة قالت: طب ممكن أعرف إيه اللي مضايقك قوي كده؟ أنت ناسي إني مراتك ولا إيه؟ يعني أنت مبسوطة عشان إحنا مع بعض؟ أه؟ أيوة. أيوة طبعا مبسوطة. طيب أنا نازل بقى. استنى هغير هدومي وأنزل معاك. جواد بابتسامة: طيب يلا ما تتأخريش. وتين غيرت هدومها بسرعة والاتنين نزلوا مع بعض، ونجلاء كانت هتتجنن. وتين قالت بصوت واطي: أيوة كده، اتجنني. والله لا جننك كمان وكمان. جواد، تيجي نخرج مع بعض النهاردة عشان خاطري؟ انت تأمري يا عيوني، نخرج في المكان اللي انت عاوزاه. وتين ابتسمت بسعادة ومسكت في ايد جواد أكتر وأكتر. العيلة كلها فطرت مع بعض، وبعدها جواد ووتين خرجوا مع بعض. نجلاء طلعت أوضتها واتصلت على صديقتها المقربة وحكت لها على كل حاجة. حنين قالت: هو ازاي تسيبيه يقضي الليلة معاها؟ كنتي منعتيه. وهمنعه ازاي؟ ده انتي مش عارفة شكله عامل ازاي. ده زي الوحش، ده انا بترعب منه لما يزعقلي. وحش مش وحش مش مهم، اهو الوحش ده معاه فلوس ملهاش عدد. معاكي حق والله، انا لازم ابعد البت دي عنه وعن طريقي. شوفي لي حل. ادخلي فتشي في اوضتها، يمكن تلاقي حاجة كده ولا كده تمسكيها عليها. طيب اقفلي، هما بره دلوقتي، دي فرصة ومش هتتكرر. نجلاء خرجت من أوضتها وفضلت تتلفت حواليها يمين وشمال، وقبل ما تطلع جناح وتين سمعت جود بتكلم وتين في الموبايل: يعني بتتفسحوا مع بعض وهتروحوا السينما والملاهي كمان؟ طيب يا ستي ربنا يسهل لكم. بس صحيح ما قلتليش انتي عملتي ايه امبارح؟ ايه، ما خدتيش حباية منع الحمل؟ ايوه كده، كويس انك سمعتي كلامي. وبعدين لو حصل وحملتي قوليله إرادة ربنا، وهو هيعرف منين انك كنتي متفقة مع الدكتورة عشان تقوله انك مش بتخلفي، تلاقيه مش فاكرها اصلا. طيب يا حبيبتي استمتعوا بوقتكم، سلام. الهبلة قال بطلت تاخد منع الحمل، ما تعرفش اني مش بتاخدها اصلا واني مبدله لها الحبوب دي بقالي اكتر من شهرين. يا رب تكون حامل يا رب. وعلى الباب نجلاء كانت هتموت من الصدمة، ما كانتش مستوعبة اللي سمعته. ايه ده كله؟ كل ده بيحصل من ورايا؟ انا لازم اتصرف بسرعة. اعمل ايه اعمل ايه؟ ايوه، انا عرفت هعمل ايه. البت دي مش لازم تحمل، ولو حملت مش لازم الحمل ده يكمل. وفي اليوم التاني بعد ما الكل فطر وفريال وجود خرجوا من القصر، جواد وهو بيمسك ايد وتين: عاوزة حاجة يا حبيبتي قبل ما اخرج؟ انت خارج؟ ايوه عندي شغل مهم، بس لو عاوزاني اقعد هقعد ومش مهم الشغل. وتين كانت مبسوطة من جواها لما حست انه بيحبها بجد. لا لا، روح شوف شغلك، بس انا كنت عاوزة اخرج. خروجاتك كترت قوي وانا متضايق من كده، بفكر ان ارجع احبسك في القصر زي ما كنت حبسك. وتين فرحت عشان حست انه رجع يهتم لامرها زي الاول. لا لا، تحبسني في القصر لا، عشان خاطري المرة دي بس، وهروح لوحدي من غير السواق والحرس. ليه رايحة فين؟ أها، أنا رايحة أزور واحدة صاحبتي تعبانة، مش لازم ده كله يعني، وبعدين هي قريبة من هنا. طيب خدي بالك من نفسك وخليكي معايا على الموبايل. خلص كلامه وبسها على جبينها ومشي. وتين طلعت عشان تغير هدومها. نجلاء بابتسامة شيطانية:
الحظ بيساعدني قوي. وبعد شوية واتين كانت نازلة. الحقيني يا واتين، الحقيني أنا بموت. واتين جريت على نجلاء وقالت بخوف: مالك يا نجلاء؟ تعبانة، تعبانة قوي، بطني بتتقطع. أنا عندي ميعاد النهاردة مع الدكتورة بتاعتي، ممكن توصليني لو سمحتي؟ والله ما قادرة أسوق. حاضر يا نجلاء، استندي عليا بس وما تخافيش. نجلاء قالت لواتين العنوان، وواتين اتحركت بالعربية بسرعة. الدكتورة هنا يا نجلاء. أيوة يا واتين، أيوة، الحقيني أنا مش قادرة. واتين ساعدت نجلاء بسرعة ودخلت بيها عند الدكتورة. وبعد شوية الدكتورة قالت: تمام، مفيش حاجة، كويس إنك جيتي في الوقت المناسب. أنا هكتبلك شوية أدوية وهتبقي تمام. وعلى فكرة أنت النهاردة حظك حلو، النهاردة اليوم مجانا، مش هاخد منك كشف. بجد؟ طب هو أنت ممكن تكشفي على واتين كمان يا دكتورة؟ أنا؟ لا، أنا كويسة، ما عنديش حاجة. يا واتين اسمعي الكلام، الدكتورة دي شاطرة قوي، واليوم النهاردة مجانا، يعني هنكشف ببلاش. اطمني بس على نفسك. واتين قالت بصوت واطي: هو أنا كده كده كنت رايحة للدكتور، فخلاص بقى أكشف هنا مدام شاطرة. طيب ممكن يا نجلاء تستنيني بره شوية؟ حاضر يا حبيبتي، هستناكي بره، خدي راحتك. نجلاء خرجت بعد ما بصت للدكتورة بطريقة معينة، والدكتورة فهمتها. خير، في حاجة تعباكي ولا أكشف أطمن؟ هو أنا بقالي فترة طويلة كنت باخد منع حمل، وبطلته بقالي أسبوع، وكنت عاوزة أجيب بيبي. طيب اتفضلي أكشف عليكي. تمام، أمورك تمام، بس هنمشي على أدوية هتاخديها من عندي، لأنك مش هتلاقيها في الصيدليات. الأدوية دي هتساعدك على الحمل. واتين فاقت من صدمتها وبصت للدكتورة باستغراب، لأنها شايفة حمل موجود بقاله أكتر من شهر، وده لحظته هي في جهاز السونار. الدكتورة قالت: اتفضلي، دي روشتة العلاج، هتصرفيها من الصيدلية بتاعتي اللي موجودة جنب العيادة، هي مكتوب عليها اسمي، وهوصي البنوتة اللي هناك تجهزها لك. واتين بصت للروشتة وبعدها قالت بصراخ وغضب: يا نصابة، بتديني أدوية تشوه الجنين وتنزله؟ انتي دكتورة انتي؟ والله العظيم لا بلغ عنك واوقف لك العيادة دي، أنا هوديكي في 60 داهية. مش دي الروشتة اللي اديتها لي وعليها اسمك؟ أنا بقى هروح بيها لنقابة الأطباء وهعمل لك قضية كمان. الدكتورة بخوف شديد: لا 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 لا، أبوس إيدك اوعي تعملي كده، اللي معاكي بره هي اللي اتفقت معايا على كده، وقالت لي لو طلعتي حامل أديكي أدوية تنزل الجنين. واتين فاقت من صدمتها على صوت نجلاء وهي بتقول: كتفيها معايا بسرعة، ابعدوا عني، ابعدوا عني. واتين فضلت تقاومهم لحد ما قدرت تهرب منهم وجريت على بره بسرعة. هنعمل ايه دلوقتي؟ ما تقلقيش يا دكتورة، أنا مجهزة الخطة التانية، هي كده رايحة لقضاها. واتين وصلت القصر وهي بتبكي ومنهارة. جواد بخوف شديد: مالك يا حبيبتي، في ايه؟ انت ايه اللي حصل؟ نجلاء، نجلاء، نجلاء كانت عاوزة تقتلني. عاوزة تقتلك ازاي يعني؟ مش فاهم. انطقي، انا هتجنن. كانت عاوزة تقتلك ازاي؟ اتكلمي يا بنتي، ايه اللي حصل لك؟ جود قالت: حصل ايه يا واتين، انت كويسة؟ نجلاء، نجلاء كانت. نجلاء دخلت بعياط شديد وقالت: حرام عليكي، انا عملت فيكي ايه عشان عاوزة تخربي بيتي؟ جواد قال بصراخ شديد وهو بيضرب نجلاء بالقلم: انت عملتي فيها ايه؟ انطقي احسن لك. قبل ما تضربني اسأل الهانم، كانت عند الدكتورة بتعمل ايه؟ قوليله انك رحتي للدكتورة عشان تنزلي الجنين، ولما انا عرفت وحاولت انصحها بهدلتني وقالت لي انا هلبسك مصيبة واخرب بيتك وهخلي جواد يطلقك. الكل كان مصدوم واولهم جواد اللي كان حاسس انه في دنيا تانية. واتين انتي حامل؟ طب ازاي انتي حامل؟ ايوه انا حامل، بس هي كدابة، هي اللي ودتني للدكتورة دي عشان تموت الجنين، واتفقت هي والدكتورة عليا. كدابة، كدابة صدقوني. طيب ازاي هتفق انا والدكتورة عليها، وهي ازاي هتوافق تروح معايا عند الدكتورة؟ انا عرفت بالصدفة لما سمعتها بتكلم الدكتورة في الموبايل وبتقول لها خلصيني من الجنين، ومن طيبة قلبي وخوفي عليها عملت نفسي تعبانة وقلت لها وصليني معاكي للدكتورة بتاعتي. ولما هي اتخانقت معايا وقالت لي انزلي من العربية وخدي تاكسي، انا واجهتها باللي سمعته، صدقوني. واتين بعياط وعصبية قالت: دي بتكذب والله العظيم، دي كدابة. نجلاء قالت بخبث: لو أنا كدابة تقدري تقولي لي كنت متفقة مع الدكتورة بتاعتك تقول لجوزك إنك مش بتخلفي ليه؟ تقدري تقولي لي حبوب منع الحمل اللي بتاخديها ليه؟ لو مش مصدقني
اسأل أختك جود، أنا سمعتهم وهما بيتكلموا مع بعض. بلاش تسألها، روح فتش في أوضتها، هتشوف حبوب منع الحمل هناك. جواد كان مصدوم وقلبه كان بينزف. بص لأخته وهو بيتمنى تقول إن الكلام ده كذب، حتى لو كانت الحقيقة اللي نجلاء قالتها. جود بحزن لأنها هتخرج أسرار صاحبتها، بس هي عارفة إن أخوها بيعرف هي بتكذب ولا بتقول الحقيقة من عينيها. أيوة، الكلام ده صح، بس واتين كانت. لكن جواد قطعها بصراخ شديد جدا. جود، روحي حضري شنطتك والحرس هيوصلك بيتك، يلا. يا جواد أنا. خلاص يا جود، اعملي اللي أخوكي قالك عليه. جود طلعت تحضر شنطتها وهي حزينة على حالهم، وتيم بألم ودموع شديد وهي بتحط إيدها على كتف جواد. أنا عارفة إني غلطت، بس والله العظيم أنا ما حاولتش أنزل الجنين، دي بتكذب. أرجوك بلاش تظلمني، كفاية اللي أنا حاسة بيه دلوقتي. جواد والدموع كانت ظاهرة في عيونه لأول مرة. طيب واللي أنا حاسس بيه كان ليه كل ده؟ ده أنا عمري ما عشقت غيرك. أنا حبستك بس من كتر عشقي ليكي، وانتي عارفة إن بكلمة واحدة منك بتقدري تاخدي مني اللي انتي عاوزاه. حتى لو طلبتي حياتي، ليه ما اديتنيش فرصة؟ ليه ما شفتيش قلبي اللي كل يوم كنت بتطعني فيه أكتر وأكتر؟ ليه؟ انت السبب، انت السبب في كل ده. جبت لي قفص ذهب وحبستني فيه. كنت عاوزني اعمل ايه وانت اتجوزتني بالغصب وخلتني عايشه في سجن؟ خلاص، ما بقاش في سجن بعد النهارده. انت طالق يا واتين. واتين بكت اكتر واكتر. انا عملت لك كل حاجه عشان تحبيني، بس يظهر اني كنت غبي لما فكرت في كده. حتى نجلاء ما اتجوزتهاش. انا كنت براضي امي، وبعد فتره كنت هطلقها، وكنت هقول لامي ان انا اللي ما بخلفش. أنا مستحيل كنت أقرب من واحدة غيري. وتيم ما كانتش عارفة تتكلم تقول إيه، بس كانت دموعها مغرقة وشها. اخرجي يا وتيم، اخرجي من غير حرس ومن غير سواق ومن غير عربية. لو عاوزة تنزلي الجنين نزليه، اخرجي وحسي بحريتك اللي أنا حرمتك منها. وتيم بصت له وخرجت من القصر وهي بتمشي ببطء، وكانت بتبكي بانهيار. وبعد مرور 3 شهور هناء قالت لها: وبعدين معاكي بقى، هتفضلي حابسة نفسك في الأوضة كده كتير؟ مش عملتي اللي انتي عاوزاه واتطلقتي؟ مزعلة نفسك ليه بقى؟ هو ما سألش عليا، ما اتصلش بيا، ما اتصلش بيكي وقالك واتينا عاملة ايه؟ لا، ما سألش ولا اتصل، بس كتر خيره لسه بيبعت الفلوس اللي كان بيبعتها وبزيادة كمان. عمل حسابه ان حضرتك بتاكلي وبتاخدي علاج. هو انتي متضايقة عشان انا قاعدة معاكم؟ مش بتاخدي تمن قعدتي وتمن اكلي وعلاجي؟ عاوزة ايه تاني؟ مش عاوزة حاجة، عاوزك تفوقي كده وتخرجي نفسك من الزعل ده. انتي لسه صغيرة وحلوة وألف واحد يتمنوك. ايه؟ عاوزة انا اتجوز؟ امال يعني هتفضلي طول العمر عايشة لوحدك؟ اول ما تولدي ادي له ابنه واتجوزي. ومين بقى اللي قالك اني عاوزة اتجوز؟ وبعدين محدش هياخد مني ابن. لا يا حبيبتي، انا مش هربي عيال حد، كفاية عليا اخواتك وكمان انتي. لازم تبقي خفيفة. انتي مش شايفة المكان اللي احنا عايشين فيه عامل ازاي؟ يعني ايه الكلام ده؟ مش فاهمة. يعني من الاخر كده، يا تتجوزي وابنك يروح لابوه، يا تشوفي لك شقة تقعدي فيها، وانا هبقى اجي اطمن عليكي من وقت للتاني. المكان ضيق ويا دوب مقضينا، وبصراحة بقى اخواتك اشتكوا منك، عاوزين ياخدوا راحتهم. قولي كده. طب وعلى ايه؟ انا هرجع لجوزي بدل ما انا مضايقاكوا قوي كده. ايوه، ده عين العقل. حرام تضيعي الراجل منك، ده مش مخلينا محتاجين حاجة. لا، انسي بقى الكلام ده، وحياة ابني ما هتشوفوا مليم بعد النهاردة. اطلعي انتوا وولادك اشتغلوا واصرفوا على نفسكم، ويا ريت ما اشوفش وشكم تاني. انا من النهاردة ماليش اهل. خلصت كلامها ومشيت، وهناء حاولت تترجاها كتير، بس واتين ما سمعتش كلامها ولا ردت عليها. واتين وصلت القصر وقالت: لما خرجت منك حسيت بالسجن الحقيقي. يظهر ان انا اللي كنت قافله بالمفتاح على نفسي. في ريال بسعاده اول ما شافتها: هو تين انت رجعتي؟ اخبار البيبي ايه؟ هو ولد مش كده؟ ولد ولا بنت يا ماما؟ مفيش فرق، كل عطايا ربنا حلوه. انا عارفه الكلام ده والله،